عباد لله يمشون إلى المساجد يصلون له، يحبسون أنفسهم عن الطعام والشراب في الهواجر يصومون له، يمكثون في بيوته يتلون كتابه، يطعمون المسكين، يدخرون ذلك للطعام ليوم يلقون الله فيه، يبرون الوالدين رجاء أن الله جل وعلا يبرهم في يوم الموقف، يكتمون غيظهم رجاء أن الله جل وعلا يورثهم الجنان، يجاهدون في سبيل الله رجاء أن الله جل وعلا يبعثهم يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، يسابقون في الخيرات، ينافسون بالطاعات، وهم في دنياهم يصيبهم الخوف في حالين: الحالة الأولى يخشون على أنفسهم من الضلالة بعد الهدى ومن الزيغ بعد الرشاد. قال الله عز وجل عنهم وعن أمثالهم ومن سار على نهجهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا الحال الأول. والحال الثاني: يأتون العمل الصالح ومع ذلك يخافون أن لا يقبل منهم. قال ربنا في سورة المؤمنون: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وجاءت مفسرة في السنة كما في حديث عائشة أن الرجل يعمل العمل الصالح ويخشى أن لا يقبل منه. عباد لله يمشون إلى المساجد يصلون له، يحبسون أنفسهم عن الطعام والشراب في الهواجر يصومون له، يمكثون في بيوته يتلون كتابه، يطعمون المسكين، يدخرون ذلك للطعام ليوم يلقون الله فيه، يبرون الوالدين رجاء أن الله جل وعلا يبرهم في يوم الموقف، يكتمون غيظهم رجاء أن الله جل وعلا يورثهم الجنان، يجاهدون في سبيل الله رجاء أن الله جل وعلا يبعثهم يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، يسابقون في الخيرات، ينافسون بالطاعات، وهم في دنياهم يصيبهم الخوف في حالين: الحالة الأولى يخشون على أنفسهم من الضلالة بعد الهدى ومن الزيغ بعد الرشاد. قال الله عز وجل عنهم وعن أمثالهم ومن سار على نهجهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا الحال الأول. والحال الثاني: يأتون العمل الصالح ومع ذلك يخافون أن لا يقبل منهم. قال ربنا في سورة المؤمنون: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وجاءت مفسرة في السنة كما في حديث عائشة أن الرجل يعمل العمل الصالح ويخشى أن لا يقبل منه.